في البداية نشكر الأخوة القائمين على مجلس البطين لإتاحة الفرصة بالتعريف بقطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي ودورنا في الترشيد والمحافظة على موارد إمارة أبو ظبي للأجيال القادمة. تأتي هذه المحاضرة من ضمن سلسلة المحاضرات التي أطلقتها شركة أبو ظبي للتوزيع بالتعاون مع المجالس في المناطق التابعة لإمارة أبو ظبي للتعريف بدور الشركة وأهمية الترشيد في إمارة أبو ظبي. أهم النقاط اللي كانت اليوم في محاضرة مجلس البطين كان التعريف بدور هيئة مياه كهرباء أبو ظبي ودور مكتب التنظيم والرقابة في المراقبة على أداء الشركات في قطاع الماء والكهرباء. شفنا النتائج الإيجابية بعد تغيير التعرفة، كيف هذا ساهم في توفير الموارد الخاصة من ناحية المياه. شفنا هذا التغيير كيف أسهم في خفض الدعم الحكومي في إمارة أبو ظبي، من ناحية أنه ممكن الاستفادة من هذا الدعم في مجال التعليم والإسكان في الخدمات الثانية. تم تعريف الحضور اليوم ببرنامج إدارة الطلب الذي أطلقته شركة أبو ظبي للتوزيع، وهذا البرنامج خاص تساعد في خفض الاستهلاك سواء كان في المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية. يمكن اليوم من أهم النتائج اللي لمسناها من الحضور والتفاعلهم الكريم مع موضوع التوفير اللي صار في موضوع الدعم الحكومي. يمكن الدعم الحكومي كان في 2014 في حدود 13 مليار، في 2015 وصل ل 10 مليار. تم توفير 3 مليار اليوم من نتيجة تغيير التعرفة والترشيد في استهلاك المياه والكهرباء. اليوم هذا الوفر ممكن تستخدمه الحكومة في قطاعات أخرى مثل الإسكان وخدمات البنية التحتية في إمارة أبو ظبي. حال وجود أي استفسارات بإمكان عملاء الشركة الكرام التواصل على مركز الاتصال في شركة أبو ظبي للتوزيع وعلى الرقم المجاني 800 2 332. مؤخرا أطلق الشركة أبو ظبي للتوزيع برنامجها الخاص على الهواتف الذكية، بإمكان عملائنا الكرام تنزيل هذا البرنامج واستخدامه للاستعلام عن الفواتير والقيام بالسداد والاستعلام على الطلبات الخاصة بهم بشركة أبو ظبي للتوزيع. شكرا للأخوة القائمين على مجلس البطين، ومعا للمحافظة على مواردنا الطبيعية.